نصيحتي لكل شاب صغير بيشوفني، صدقني الكلام ده ممكن مش ناس كتير هتقوله لك ولا ناس كتير هتوجهك ليه، بس قسما بالله انا بقول لك الكلام ده من واقع انا عايشه. صدقني ممكن يكون انت الشخص اللي ربنا اختارك انك تغير حاجات كتيره جدا في اسرتك. هتتعب ولكن ربنا اختارك انت اللي تكون قد المسؤوليه. عايزك تكون قد المسؤوليه اللي ربنا حطك فيها، وعلى قد ما هتتعب ربنا هيكافئك، وعلى قد ما هتشتغل ربنا هيديك، وربنا هيوصلك لكل حاجه انت نفسك فيها. صدقني اهلك عملوا معاك كتير جدا عشان يوصلوك للسن اللي انت فيه حاليا، ولو عندهم حاجات اكتر من كده يعملوها لك صدقني كانوا يعملوها معاك، ما كانوش يتاثروا معاك في اي حاجه. ولكن هم عملوا على قد ما قدروا، والحياه زمان كانت صعبه، لكن الحياه بقت حاليا صعبه لكن بقت سهله انك تجيب فلوس. الفلوس بقت تيجي بالعلم وبالدراسه، وانت في ايدك كل حاجه. لو اهلك موفرين لك ان هم بيعلموك تعليم كويس، صدقني انت في فرصه ناس كتير جدا كانت تتمناها، ولكن للاسف اهلهم ما قدروش يعملوا لهم ده. فلو انت متوفره لك الحته دي فانت في نعمه كبيره جدا، حافظ عليها وحاول تعوضهم على كل حاجه بيعملوها من اجلك. مش عايزك تكون عايش دايما في جو المؤامره، ان العالم بيتامر عليك. محدش بيتامر عليك، وصدقني الادوار بتتبدل وحاجات كتيره جدا بتتبدل، والغني مش بيفضل غني والفقير مش بيفضل فقير. وعايزك تبص كده حواليك، ياما ناس كتير جدا كانت اغنياء، ولكن للاسف اولادهم عشان خاطر مش متعلمين وجاهلين فكريا فللاسف ضيعوا كل حاجه. وناس كتير جدا كانت حالتهم متوسطه وربنا كرمهم باولادهم اتعلموا وغيروا حياتهم للافضل لكتير جدا عن اللي فات. فعايزك تشيل من دماغك ان الغني هيفضل غني والفقير هيفضل فقير، والدكتور ابنه هيكون دكتور والمهندس ابنه هيكون مهندس. الكلام ده كله كلام ناس فاشله. مش كل حاجه بتمشي بالواسطه، ممكن الواسطه تمشي مع ناس كتير، ولكن الواسطه مش هتخليك كفاءه في شغلك. واللي بيكمل الشخص الكفء اللي قد المسؤوليه اللي ربنا حطه فيها. الواسطه ممكن تقف معاك مره ومرتين، مش هتفضل واقفه معاك كتير. فسيبك من جو المؤامره وركز في تعليمك وركز في دراستك، وشوف ناس كتير نجحت وكانوا اهاليهم مش نفس المجال. دكتور مجدي يعقوب والمحمد صلاح وناس كتير في مجالات كتير نجحت واهاليهم ما كانوش نفس المجال. فده يثبت لك ان انت تعرف تعمل حاجات كتيره جدا في حياتك. ركز في شغلك